احنا كمصريين عندنا جملة شهيرة جدا بنبتدي بيها اي حوار واي كلام بين اتنين، بنقول لبعض ايه الاخبار. لكن الحقيقة انه في اتفاق عام حاصل الفترة الاخيرة كده، انه كل ما تقول لحد ايه الاخبار هيجاوبك اجابة سلبية. معرفش مين اللي بيتفرج علينا النهاردة ممكن يشاركني الاحساس اني انا شخصيا ما بقاش عندي طاقة اني اسمع الرد على ايه الاخبار حاجة وحشة، رغم اننا كلنا برضو متفقين او معظمنا يمكن متفقين ان العالم كله بيمر بأزمات، بلدنا بتمر بأزمات، كنايسنا بتمر بأزمات. لكن لما بتسمع ايه الاخبار، تسمع كلام سلبي، تتنقل لك حالة كده من احساس انه هنسمع نفس القصة مرة تاني، هنسمع اخبار ناس كبيرة وقعت، واخبار ناس مهمة خذلونا، وناس كنا متوقعين منهم حاجات عظيمة ما عملوش حاجة. يعني كل الصور والتفاصيل دي، المفاجأة الحلوة بقى إنها اتكتبت بالظبط في الكتاب المقدس، مش مرة واحدة ومش في مكان واحد، في أماكن ومواقع كتير. حسقيال 22 يقول كده من أول عدد 25: شوف واقرأ واتفرج وشوف ازاي التاريخ مش بس بيعيد نفسه، الأحداث بتعيد نفسها. حتى إحساسنا العام بأنه إيه الأخبار، يا كل الأخبار وحشة، كان حاصل ومتقال بالظبط في حسقيال 22-25. لكن أنا مشغولة بقى بحسقيال 22-30 لما قال: وطلبت رجلا يقف أمامي في الثغر يبني جدارا فلم أجد. الحقيقة إنه في وسط الأحداث الصعبة دي اللي بتتكرر كتير واللي بتحصل كتير، مطلوب مننا وربنا شايفنا بالطريقة دي إنه نقف أمامه في الثغر. لكن الإحباط الشديد إنه ما بيلاقيش، إنه بيلاقي الناس بتشارك إيه الأخبار، أخبار وحشة. إيه اللي بيحصل؟ كلهم وحشين. اللي بيحصل إنه كتير من المؤمنين فقدوا دورهم إنهم يقفوا في الثغر. زمان كنت بروح مكان معين كده، كان أو بيت، يعني في أوضة في البيت ده بحب أقعد فيها، والمكان ده اكتشفت انه كان في حد من اهل البيت بيصلي كتير فيه، وكان مكان الصلاة بتاعه لحد ما اتغيرت القعدة وبقت دي أوضة للمعيشة. يعني تخيلوا ان الاماكن اللي في ناس صلت فيها كتير، عشان كده احنا بنرتاح نروح الاماكن اللي في ناس صلت فيها قبلنا كتير، لانه بتتغير وبتتبارك بقدرتهم هم انهم وقفوا في الثغر. بالمناسبة الثغر دي كلمة عسكرية تماما، وبتتقال دايما على انه العدو يخترق الدفاعات بتاعة الجيش اللي قصاده عشان يعمل له حاجة كده اسمها الثغرة، والثغرة انه يقدر يخترق جواه. الثغرة اللي حصلت انه كتير من المؤمنين مش واقفين مكانهم. كل المطلوب مننا اننا نقف مكاننا، متهيألي حاجات تشبه اننا نبطل التواضع المزيف، انه احساس انه لا وانا ما اقدرش ما اعرفش وانا مش قد الكلام ده، واحساس اننا نبطل برضو الاعتماد على الحل السهل. والحاجة الثالثة والأهم، واللي كمان الكتاب يقول عنها أو يحكي حكايتها في قصة أبونا إبراهيم، فكرة اعتياد أني أكلم ربنا عن الأحوال وعن الناس، اعتياد أني أحاجج ربنا بخصوص كل ثغرة حصلة في حياتي وفي حياة الناس اللي بحبهم. المؤمنين بطلوا يقفوا في الثغر، عشان كده العدو دخل واخترق كتير قوي من دفاعات المؤمنين. لكن الخبر الحلو إن المؤمنين يعرفوا كمان يقفلوا الثغر، يعرفوا، ودي حاجة برضو تكتيك معروف جدا عسكريا، تقدر إنك تعمل حاجة اسمها المصيدة. كل فكرة سلبية تتصدر لك تقدر ترد عليها بدور حقيقي تمارسه قدام ربنا، إنك تقف في الثغر لأجل الناس. الصلاة من أجل الناس والتشفع فيهم هو دور أساسي من أدوار المؤمنين اللي غالبا بننساه وبنهمله وبنشتكي من الأخبار وحشة.